حليت درسك؟ صار فيك تحكي. اليوم بعد الظهر عملت كم اتصال. ما قدرت أعرف بالتحديد كيف ولمين انتقلت ملكية أسهم الشركة تبعك، بس افتكر إني وصلت لكم طرف ممكن يفيدونا. شو يعني كم طرف؟ لما جوز عمتك باع الأسهم كان كل الناس هجمة تشتري. الأسعار عليت فجأة، فهلأ نحن أكيدين إنه لا خلى غيره يستفيد ولا بيعهم بأسعار واطية. يعني استعمل وكالتي واشترى الأسهم بسعر رخيص؟ لا، ما بيقدر يعمل هيك. ترفع عليه دعوى سوء أمانة واحتيال. إيه كيف اشترى الأسهم واستفاد منه؟ بواسطة فريق ثالث، فريق ما عنده محاسبة محلية. انت الأسهم تبعك انترناشونال، يعني في يستعمل طرف أوفشور ما عنده حسابات بلبنان. بقدر أعرف؟ انت اللي عملتي له الوكالة، حقك. أنا بكرة عنده. إيه بس ميرنا خليكي رايقة. تعصيب ما رح يفيد، بيزيد الخسارة. نحن بس بدنا نعرف اسم الشركة، وهمي انك ما بعرف بدك تطلع على الملف، بدك تسكري الملف، بس اوعى يحس شو نحن ناويين نعمل. أوكي. بس في هيك شي؟ هيدول عصابات قديمة بالبلد. شو اسمه؟ F&S Fast and Sure، شركة وهمية بتهرب أموال. حكيت لك اللي مش حكي لحدا. ارتحتي؟ بالعكس، عتلت همك. مالي، أنا ارتحت. كان بدي حدا أحكي له. تعرف انت اول حدا بخبره عن الندر. بس قلتي لي إنه غسان عارف. بيعرف بس ما بيعرف تفاصيل. ما كنت بدي اشغل له باله قبل ما يتخرج. أخرت عليكم؟ لا ابدا حبيبي. شو شكل أخبار مارك دسمة؟ دسمة كتير. يلا أنا رح فوت غسل إيدي. ايه وانا رح فوت جيب السخن. ايه جلوريا، شو بدك؟ مين؟ بنت خي مرتي؟ أيها هي؟ جاوبيني بإيه أو لأ؟ مبين عليها الزعل؟ يعني مكشرة أو مبتسمة؟ جاوبيني بكلمة، الأولى أو التانية؟ ابتسامة سماوية أو عادية؟ أكيد ما رح تعرفي، لأ أنتو النسوان بينعرف لكم. نطريها لحظة، برجع بدقلك. النسوان ما بيتأمن لهم، ليأس الدار احتياط واجب. يعني عندي فكرة شو ممكن يكون بدها، بس ما عندي فكرة عن عقليتها. ايه جلوريا، خليها تفوت. ايه حبي، تفضلي. بونجور. إن شاء الله ما كنت قطعتك عن شيء. يا اهلا وسهلا باحلى دكتورة. كيفك؟ مشتاقين. يعني هيدي احلى سوربريز ممكن تعملي لي اياها. اكيد ما قطعتيني عن شيء. بتعرف كل ما أكون ببيروت بقول بدي أقطع صوبك وسلم عليك، بس بقول بركي مش فاضي. دايما فاضي للحلوين والاوادم، وانت حبي عندك من الشغلتين. يا مية اهلا وسهلا. شو في ضيفك؟ ما تتعذب، ما معي وقت، بدي أخلص كذا شغلة قبل ما أطلع الضيعة. بس بالمستشفى طالبين مني بالمحاسبة كشف حساب، وأنا ما بفهم بهول الأشياء. بشو بقدر انفعك؟ حسب اللي فهمته إنه لازم قبل آخر هالشهر نقدم للمالية كشف عن مدخولة. سموني شو هي الكلمة؟ شي بالعربي نسيت، المهم. مكلف. صحيح، أنا بالمالية المكلف. وانت بتصرحي دايما عن مدخولك؟ إيه أكيد، هيك معودين. بس هيدي ترانزاكشن يعني معمولة برات البلد.
هلا نحن منصرح لأنه صادقين، مش عتلينين هم يكبشونا. ايه. وشو المطلوب؟ صورة عن عملية البيع وصورة عن قيمة المبلغ اللي طلع لي. قلت لها القيمة صغيرة مش مهم. فعلا نحن اكلنا الضرب. يعني بتعرفي الاسهم هلا صارت 250 $200 $250، بس يا عيب الشوم نحن بعناهم باقل من $30 وبالعمله المحليه. المهم الأوراق قانونية. الأوراق موجودة، بس المبلغ هلا واجي جيت زورك بعد كل هالسنين تطالبك بمبلغ مش حرزان. أنا بعرف ما حيروحوا مطرح. أنا هون بس طلب الأوديتور شو بده والأكاونتنت تيعملوا شغلهم. بنت بيك. لحظة عن إذنك، رح خلي جلوريا تصورك الفاتورة وبرجع. الفاتورة بإمضائكم بموجب وكالتك. وموجهة للشخص اللي اشترى؟ للشركة اللي اشترت. شركة معروفة؟ أهم شركة أجنبية ناشطة ببلادنا، بس أكيد أنت ما بتعرفي اسمها لأنها بعيدة عن مجالك. إذا كتير معروفة يمكن حدا قايل اسمها قدامي. اسمها F&S Fast and Sure، اسم على مسمى. ميرسي كتير، يعني ريحتني من المحاسبة وإزعاجها. إذا عزتوا أي شيء أنا بالخدمة، وبكرة وقت حصر القرص ما توفروني. تعرفوا جوز عمتكم له 30 سنة بالسوق. ميرنا؟ أنطون مش غلطان. جوز عمتي استعمل التفويض اللي معه وقصد شركة تهريب أموال. باع الأسهم من مال واشتريهم من تاني مال. أعطيهم عمولة وأخذ الأرباح اللي بيي كان مرهن عليهم. ورح فيكي تعملي شي؟ حسب حديث أنطون الشركة صار لها شغالة أكثر من 20 سنة وما حدا قدر يعمل معها شي. شو يعني؟ جبت الورق، أنطون بيقرر شو فينا نعمل. أنا هالمطرح بيذكرني بخسارتي لبيي وأمانة بيي. شوف شو ممكن يندفع بحصتي بهالمستشفى تروح أعمل حياتي وين ما كان إلا هون. نعم؟ هلا نشوف شو بنعمل. مشي معي. شايفة هالمنظر شو حلو؟ بتعرفي هالنقطة من الأرض شو بتعني لبيك؟ هيدا كان أكبر حلم حكالي عنه. هون كان بده يتوج مشروعه. هون بيكمل مستشفى الدكتور إدوار يلي أخذ من عمره كل السنين. بليز ما تقتلي له حلمه، كان حاطط فيه كل أماله. ليش شو في هون؟ شو في هون؟ هون كان الدكتور إدوار عم بفتش على تمويل ليستفيد من هالهوا النقي النظيف البعيد عن الرطوبة بهالنقطة من الجبل. بتعرفي ليش؟ لأنه كان بده بنته الحكيمة تأسس أهم وأحدث مركز لمعالجة أمراض الصدر. وحدة منكم تبيع حصتها بالمستشفى من دون شي كل هالمصايب نازلة على راسنا. بتنزل قيمة المستشفى وما بيعود حدا يستثمر معنا ولا يشتغلوا معنا. شو بيعود بصير؟ خسرتي أسهمك على السكت،
ما حدا عرف ولا حس. بس هلأ بيع حصة من حصة بيك، ساعتها نخسر كل شي، وبتكوني فشلتي مشروع بيك ودفنتي حلمه وراه. قهوتك يا حاج. شكرا لطيفة. نعم. أنا راجع على المكتب بعد ما أشرب قهوتي. اعملي معروف، بس يجي مارك قولي له جدك سبقك عن التروس، كان أنا حكون هونيك شي الساعة 7. هلا هو في يتأخر تيوصل ل8، بس إذا شفتيه عم بلوطي دلي نقي على راسه تيمشي. مفهوم؟ مفهوم حاج. لطيفة، نعم حاج. قولي لي شو فهمتي؟ والله فهمت كلمتين ما في غيرهم، يا بشاهيل يا بدفشوا. قديرة يا لطيفة. تلميذتك يا حاج. انت كمان مقتنع اذا بارد حصة للبيع بكون عم بأذي مشروع بيي؟ حسب مين عم بيشتري. ما فهمت. لتحصلي على سعر بيستاهل هالبيعة لازمك حدا له مصلحة كبيرة بتحمسه يشتري. حدا عنده أحلام مثل بيي؟ أو بيهمه يدمر أحلام بيك لأنه ضد مصلحته. بيدفع كتير تيدمر؟ لو أنت مطرح نصر السلوم صار لك سنين عم تبني علاقات، تستملكي أراضي وتحصلي على رخص مرامل وكسرات، طلع لك مستشفى ساهمت بتطوير المنطقة وخلت الناس يتمسكوا بأرضهم. شو بتعملي إذا سنحت لك الفرصة تشتري نص هالمستشفى؟ ما في غير هالمجرم يشتري حصتي؟ بسعر مقبول؟ اسألي ماري، هي بتعرف أكتر مني بهالموضوع. قالت لك شي؟ اليوم قالت لي إنه ناوي تبيعي حصتك، وقالت لي إنه في 2 بس عندهم الرغبة يشتروا. الأول أنا ما بوافق عليه لأنه بده يشتري تيدمر، والتاني ميرنا ما فيها تسمع باسمه. إذا حابة تعرفي أكتر مكتب ماري بيبعد تشختين من هون. هاي شو عملت ببيروت؟ كنا ناطرين منك على القليلة مساج يطمنا. قدرت تفهم شي من جوز عمتك لمين باع الأسهم؟ طلع معك حق. فاتورة وهمية، هيدي ما حدا في يدقق فيها. كتبها قدامك أو غاب ورجع؟ تركني بمكتبه، راح شد عند السكرتيرة ورجع لي بالورق. ايه هو شاطر فيهم هالأخبار، ورجعها اللي اشترت F&S. يعني ما حدا غريب لحساب جوز عمتك. فينا نعمل شي؟ يعني بدي اخذ هول الوراق وصورهم واسألك، بس ما كتير تنوعدي خير. هيك يا عاطف، أنا اشتغلت سنين مع عدنان ومع ناس من زيت الطيني، ما تنغش بمحبتهم لإلك. هودي ناس بلا إحساس. أنا غشوني بتعليماتهم، اعتقدت إنه بدهم ياني يزيح الزلم من الدرب، وفعليا هيك بدهم. بس هلا عم ينفضوا إيديهم مني. انحرجوا بعملتنا، عملونا إياها، وعلى المدى البعيد هن المستفيدين. ما بيتحركوا ولا بيجربوا يستفيدوا قبل ما يتأكدوا انه تنظف كل شيء ورانا. طلبوا منك شيء؟ ما نعيد ذات الغلطة ونتورط بحادثة تاني.
شفت وراء بيك ودرست كل تفاصيل الخطة اللي كان محضرها. لو انكتب له عيش كان أمن حماية للمنطقة وما حدا قدر واسترجى يقرب صوبنا. غير شراكته مع دكتور إدوار؟ المستشفى بس للضمان الصحي مش أكتر. كان محضر مشاريع تربوية كبيرة، مدرستين بتشرف عليها أهم مدارس البلد بيوصلوا للولاد من كل المنطقة وبيحصلوا على أرقى تعليم مدارس بيروت. كمان أمن راس مال واتصالات ودراسات ومشاريع زراعية نظيفة. ايه يا جدي، ايه هالشي لو تنفذ ما كان حدا بيحلم أو بيتوهم إنه يحول هالجبل لمعمل حجارة وبحص وبطون. بيك ورتني مهمة كبيرة لبقية عمري، وهيدي أمانة برقبتي وبرقبتك. تأكدت مين عطى الأمر بقتل بيي؟ عرفت ولازم برهن. يعني أنت تأكدت؟ جدي أنا ابن القتيل، حقي أعرف مين قتل بيي. مش غريب إنك تعرفه، هو يلي عمله مش بعيد عن تاريخه وتاريخ عائلته. هو ذاته الشخص اللي واجهته الصحفية القوية ببيتنا نهار العزاء؟ بذاته. نصري؟ نصري ابن أسعد سلوم، من حقك تعرف اسمه. يا حبيبي أنت أمانتك المستشفى، واللي حرمونا من بيك علي أنا. كان فيك تخدمهم من ورا ظهري من دون ما تصارحني. ما تنسى يا معلم، ابن عبده الدهان ما بيخدش والله حيط من حيطان بيت دهنه بيو، وما بيرمي حجر بالبير. انت قلتها بخاطرك. خيي دخيلك يا خيي. خيي ما بعرف شو بني. هيام شو بك يا هيام؟ بك شيء؟ هيام 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 تعالي يا هيام، شو صاير؟ هيام هيام رد علي. يا حكيم سهران، مين في طلبته لحدا؟ روق شوي، خلينا نشوف حالتها ونعمل اللازم. لك رح اخسر اختي، ما فيكم تعملوا هيك. ان شاء الله خير. دخيلكم ما فيكم تعملوا هيك، ما فيكم تاخذوا راحتكم. دخيلكم هيدي اختي. دكتور مارك، معك النيرس نادية، عنا حالة خطرة كتير. يلا يلا واصل، ما تسكري الخط، قولي لي شو صرتوا عاملين لهلا؟ برافو نادية، تصرفتوا كتير منيح. جهزوا غرفة العمليات لأن الموضوع ما بيحمل نطرة. مدام ماري صارت واصلة، عملية خطرة مثل هيدي بدها أمضى من أهل المريض. قلتي لي خيا وصلها وناطر هون؟ بس مش قبلين حدا يدقر راس أخته إلا تحت نظر دكتور محمود. هلا وقته هيدا؟ مدام ماري بتقنعه، بتكون وصلت. طيب يلا.
شو؟ وصل دكتور محمود؟ وصل ست ميري؟ حدا رد علينا؟ اكيد حدا منهم صار واصل. اختي غايبه عن الوعي، مش شايفين حالتها. يعني اذا ما بيحضروا هلا بتكونوا عم تقتلوها. انا ما بنلعب معي هيك، عم فهمكم، فهميهم. طيب خليني اشوف شو بقدر اعمل. حالة المريضة ما بتحمل تأخير. رح مضيه على الوراق، بس إذا ما وافق مجبور أنت تتعامل معه. أنا مستغني عن الإمضاء، على مسؤوليتي. حرام، الموضوع ما بيحمل نطرة. عملوا معروف، ما بقى فيها اخذ وقعتي معهم، ما بينحمل. ست ميري منيح اللي وعوكي بهالليل، ما لي غيرك. دخيلك اختي هي رح تضيع من بين ايدينا. اعملي شيء، دخيلك، ما بدي اخسر اختي. انا ما صدقت كيف اختي لميس مشي حالها. تأكدت مين عطى الأمر بقتل بيي؟ مش غريب انك تعرفه. نصري؟ نصري ابن اسعد سلوم. خلصوا لي اختي، ترجاكي خلصوا لي اختي. روق إن شاء الله خير، تفضل معي. ميري طمنيني، شو عم بيصير؟ يلا صرنا على آخر، مشي الحال، الحمد لله على سلامتها. مش الحال؟ يعني هيام رح توعى؟ هيام كتير منيحة الحمد لله. هلا هيدا الحكيم الفرخ قدر يشتغل براس اختي ويشفيها؟ هيدا اللي عم تقول عنه فرخ صار له من بعد نص الليل عم بيشتغل بدماغ أختك، يعني شاف اللي غيره ما صار له يشوفه. إذا عندك أي أسئلة بدك تسأله إياهم تفضل خليك ناطره. قالوا لي وعوك بالليل لحالة طارقه. إيه مش بس أنا، لو ما نوعى ونجي بسرعة كان في بنت لا سمح الله كانت خسرت حياتها أو على القليل انفلجت. ومش الحال؟ شي ما بيتصدق، كأنه صار له عمر بيعمل هيك عمليات. ذكرك بحدا؟ ذكر بحدا بتحن لرفقته. هالشاب بيذكرني بالماضي اللي منحن له، بس بيوعدنا كمان بمستقبل بيحيي هالماضي وبجوهره. أنا كمان مثلك، بحن لرفقة من الماضي، بس أنا ما بسامح. حكيم خلاص ما رح نوعيها لبعد الظهر. العبسة على وجهك ما بتطمن. لحقناها على الوقت. المشكلة كانت بشريان واحد، قدرنا نسحب الدم ونوقف النزيف. رجع كل شيء لحالته الطبيعية. بس ليش صار هيك؟ مع انه كانوا مطمنينا. درست ملفها الطبي قبل العملية. حالة اختك هيام ما لها علاقة بحالة اختك لميس. بس حكيم عندهم زيت العوارض. عندهم أعراض متشابهة بس مش لزيت المرض. حسب اللي شفناه هيام عاوزة تاخد دواء غير الدواء اللي كانت عم تاخده. بدكم تتبعوا البروتوكول الجديد اللي رح اكتب لها اياه على 6 أشهر، وإن شاء الله على أساسها تشفى وتعيش بشكل طبيعي. حكيم تعطيني كلمة شرف إنه أختي خلص
ما بقى تندكيس ولا رح تعملنا نقزة تانية؟ علميا في أكد لك إنه هالشي ما رح يتكرر، على شرط تلتزموا بالعلاج اللي رح أوصف ليه. حكيم أنت عم بتقول إنه حالة أختي هيام ما لها علاقة بحالة لميس، يعني هلأ صار فينا نأكد إنه المرض مش وراثي؟ صحيح. ممنونك حكيم، ممنونك. راضية؟ كتير. يعطيك ألف عافية. يعني أول عملية كانت توب، بس ليه بتكرهه؟ مين هو؟ خيي البنت اللي خلصت لها حياتها اليوم، مبين من لهجتك ما سمحتوا عواقحته. المعلومات الجنائية عند عائلتنا بتأكد إنه هو عطى الأمر بقتل بيه. بيك مات مقتول؟ مش بحادث سيارة؟ مات مقتول بحادث سيارة. بنعرف مين عطى الأمر، مين خطط ومين نفذ، بس ناقصنا الأدلة اللي بتقبلها المحكمة. نصري بنعرفه بحارب كل شخص بيشتغل ضده، بحرد بيشوه سمعة، بس يقتل؟ ما بيقتل بإيده، بيعطي الأوامر وبيروح على بيت القتيل يعزي. مع إنك بتعرف شفيت له أخته. أخته ما لها ذنب، حتى لو كان هو المريض كنت رح أعمل ذات الشيء. بعرف. هيك كمان رح يكون جواب دكتور نبيل ودكتور إدوار. انت راضي هيك؟ لقيت مني كمل؟ طمنت بالك على استثمارك؟ وأنا اللي ما قدرت أطلع بعيونك ولا صار لي أغمرك. كمان طلعت مش عامل حسابي. أنا رفيقتك بس باللي شغلك بالك. مين قالك بدي مصاري وحصص وأسهم؟ الأسهم كبيتها والحصص رح بيعها، والمصاري مش فارقة معي. كان بدي بيي رفيقي، مش بس بالمهنة ولا باليمين اللي حلفني. كان بدي يبي يكون بقلبه بعد في عاطفة لإلي ولأختي من بعد ما خسر أمي. أنا شو ذنبي؟ أختي شو ذنبها؟ ليه قلبك صار هيك؟ ليه صرت تحب كل العالم على حساب العالم اللي من لحمك ودمك؟ مبسوط هيك؟ بنتك الكبيرة انجذبت وعطيت الأسهم لجوز أختك المحتال؟ والشاب اللي دفعت حياتك كرماله اللي عم بياخد مطرحك، اللي مصدق انه في عبد بغيابك مطرحك، يلي ما كنت طايقة شو صرت وجهه ولحالة أختي برفقته، يلي ما قدرت أتحمل وجود ببيتنا.
هو بذاته حبيته؟ طلع مثلك يا بيي. هو كمان ما عنده مشكلة يضحي باللي بيحبهم تيرضي ضميره. أنا تسرعت وحبيته بلا ما أعرف اسمه. لما عرفت ولقيته مثلك قررت أكره، بس حبيته أكتر. بحبه. قولك الحب مش قرار. شو هي المعلومات الخطيرة اللي عندك؟ الفيديو اللي معنا بيحكي عن شخص اسمه عاطف وعن شابين. الأول اشتغل بالسيارة والتاني غض النظر وسهل له طريقه. يلي اشتغل على السيارة اسمه رامز، محترف، ما ممكن يعترف. والتاني اسمه حبيب، بالشريط بيقولوا له حبوب. وصلت لمصدر معلومات ممكن يفيدنا. معلومات من أي نوع؟ زاهي قبل ما يسافر عمل شوية تحريات على السكت، بعت لي إياهم إيميل من كندا. ممكن هول يفيدونا بالمحكمة؟ معلومات ممكن تعطينا سلاح، إذا عرفنا نستعمله فينا ناخد اعتراف كامل من حبيب. يعترف وهو مورط بالجريمة؟ دوره صغير، تسهيل مهمة مش أكتر. بعدين إذا تعاون مع العدالة بيطلع له أسباب تخفيفية. وعلى أي أساس حيقبل يتعاون معنا؟ هون قوة المعلومات اللي بعت لنا إياها زاهي. هاتي تنشوف. وشو عملت بالأسهم؟ عملت وكالة لجوز عمتها. بس هي مش حابة نحكي معك بالموضوع. بس نحن حابين نعرف رأيك. طيب مين جوز عمتها؟ شو بيشتغل؟ شو بتعرفوا عنه؟ بتعرفي فدا؟ شوقتيني اتعرف على بيك. عن جد ما رح تصدقوني، عساس كل بنت بتشوف بيها أهم شخص بالدنيا. بس احكوه، اسألوه عن أي موضوع بتفهموا حرقة قلبي. يعني فهمتوا منك انه كان مسؤول عن دار نشر كبيرة، بعدين صار حارس أمني؟ قبل النشر كان مدير مدرسة، اختلف مع مجلس الأمناء، انعرض عليه يستلم دار نشر، رجع اختلف مع الدار، ما عاد لقى ولا وظيفة بمجاله. المحبين دبروا له اللي بيقدروا عليه، حتى حسب تعبيره ما يعوز يمد ايده لحدا. حاج، عم فكر أعزم فدا وبيا يقضوا عنا نهار الأحد بالضيعة. فكرة حلوة، بس على شرط. شو؟ أنت بتهتم ببيا وأنا فدا بنهتم بأبحاثنا الجديدة. خلص ما تعتلهم، أنا بهتم فيه. هيدا العرض لنرفع الرسمال وصير شريك التلت. إن شاء الله يناسبكم. إلك علي اعرضوا على الشركة وجرب. إن شاء الله خير. نازل على بيروت؟ إيه، عندي موعد شغل مع الدكتور رشيد. مع إنك تخرجت وما أحلاك. بعد في اشياء كثيرة اتعلمها منه. مظبوط. الموقف كان كتير صعب علي. اختي غايبة عن الوعي وفي شريان براسها عم ينزف. قدامي حكيم صغير مضطر اوثق فيه وامضي له على مسؤوليتي ورقة بتسمح له يشق راس اختي. مضيتها؟ شو بدي اعمل؟ يا بمضيها يا بطلع بلا اخت. مش الحال؟ العملية نجحت 100% وكلهم اكدوا لي انه اختي هيام رح تشفى على طول. عظيم.
وليه بعدك مضايق؟ ما بعرف يا زلمه، منظره لهالشاب الجراح شغل لي بالي، كأنه مش طايقني. كيف بدي اقول لك يعني، كأني قتل بيو. معقولة؟ شاب داشر بين بيروت وأمريكا، شم هوا وعمليات بالمستشفيات، لك من وين بده يجيب هالفكرة؟ أنت قتله بيو؟ قليلة؟ شي ما بيتصدق. أهلين. هاي. شو رأيكم نناقش العرض ما زالكم هون؟ إذا بدكم. ليش لا؟ تطلعتي سريعة بتقول إنه العرض ممتاز من كل النواحي. بجهز، بيوسع، وصادر عن جراح ناجح عم بيخدم المستشفى. وميرنا؟ برد عليكم خبر بعد 24 ساعة. المنية. أصحابك عال، طالما عم تتسلى مع الأصحاب تمام. أنا افتكرت بعدك بالشغل. باي جدو. لطيفة، فيك تفوتي ترتاحي. جدي مأخر ورح يتعشى مع أصحابه وأنا مني جوعان. طالما هيك تصبح على خير. وأنت بخير. استغربت انه في مين بعت وراك؟ صح. عود انا حاجز هالمطرح كله لإلي وإلك. عود. ليقى تذكرتني. ما بنسى ولا زبون يا خواجة. انا جاي مرة واحدة لهون مع ابن ابنك، قلت لي انه هو حكيم، صعب انساكم. هي سألت عني وعرفت انه هالشاب ابن ابني. منعتوني استلم السيارة وسميتني حبوب. معقولة ما أسأل عنك نحجن أولى؟ شغل فكرك وما استغربت. طبيعي يعني. نجي نجمع معلومات عن اللي قتلوا ابني. أنا ما عملت شيء، بس فتحت مجال لغيرك يعمل. انت هون الكل بالكل. هديك جاي من محل بعيد، لا اسمه حبيب ولا حبوب ولا حدا بيعرف شو اسمه. اسمه رامز. بتعرفوا كل هالمعلومات، طيب ليش ما اشتكيتوا؟ كرمال شخص ما بدنا نزيد على قلبه هم ووجع. أكتر من هم ووجع بي القتيل وابنه؟ احترمنا قلب شخص وما زدنا عليه هم ووجع. شخص مريض، أمك. تفضلي. بقعد أو بتفضل ضلني واقفة؟ تفضلي. كنت عم بشرب كيس، تفضلي اسكب لك معي. تفضلي.
خي صار فيي بارك لك واشرب كاس نجاحك. شو اللي زعجك فيه هالمرة ومسميتيه نجاح؟ أخذت مطرحه حقه بالعلاج، أخذت مطرحه بالحياة، بالشغل، احترام الناس، حتى أخذت مطرحه بإعجاب ست ماري. وهلأ مبروك.